مكبوس الدجاج من اطيب واسهل الاطباق اللي تتحضر خلال شهر رمضان، تعالوا نحضرها سوا من مطبخ مشكور. بداية نحتاج دجاجة ونقطعها بالنص. نحتاج شوية بصل ونقطع مكعبات. نحتاج جدر وننزله على الطباخ وننزل بيه شوية زيت وننزل بيه البصل. يتغير لون البصل وننزل عليه الدجاج. دقيقتين على كل وجه بس ياخذ لون تشقيره. بعد ما الدجاج اخذ لون ننزل عليه 7 بهارات ومجموعة بهارات صحيحة مذكورة بالكابشن، واخر شيء ننزل عليه المي الحار ونتركه 45 دقيقة يستوي الدجاج. وبعد ما استوى عندي الدجاج نشيله من على النار ونحمره بالفرن، وقبل لا نشوي الدجاجة بالفرن راح نحمرها بميكس صوصات من مشكور. نحتاج شوية كاتشب وباربيكيو صوص والخردل. وبهالوصفة استخدمت تمن مشكور، أرز بسمتي سيلا 1121 عالي الجودة والنقاوة، ومن سنة ونص أنا استخدم التمن، كلش أنصحكم تجربوه. للحشوة راح ننزل شوية زيت وننزل البصل، يذبل البصل شوية ننزل عليه الزبدة. وننزل عليهم حمص مجروش ومنقوع، ننزل الكشمش، فلفل اسود وكمون ودارسين، ننطيهم تقليبة سريعة. بعد ما صارت عندنا الحشوة بهذا اللون ننزلها على التمن. وشوفوا لي التمن شلون نثري والحبايش كبر، وهذا الشكل الدجاج بعد ما شويناه. كمل طبقنا لهذا اليوم وصار عندي بهذا الشكل الحلو. واكيد تعلولات رمضان ما تخلى من الحلويات وكرزات كاستانيا. وهذا البرنامج كان برعاية وكالات شركة المتسوق، ورمضانكم كريم.